جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. السلام عليكم لي في ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم جبت لكم وصفه لتقشير وتبييض الوجه. انا من نفسي نستخدمها 2 مرات في الشهر ولقيت فيها نتيجه رائعه، مع العلم ان المكونات تاعها بسيطه ونلقاوها في كل بيت. ونبداو الوصفه تاعنا على بركه الله. عندنا مغرف صغيره تاع ملح، مغرف صغيره تاع السكر، مغرف ونص صغيره تاع نشا مايزينا. عندنا ثاني مغرف صغيره تاع الويل دو كوكو، هاوليكم تلقاوه في محلات التجميل، يعني متواجد بكثرة، ماوش من المستحيل تلقاوه، ساهل. عندنا ثاني خل التفاح، فينيغر دو بوم، فوالا. نبداو في مزج المكونات تاعنا، نلوحو الملح، نزيدو السكر، من وراها المايزينا، نحركو المكونات تاعنا، نديروهم مع بعضهم، نزيدو من وراها الويل دو كوكو، نزيدو مغرف ثاني، فوالا. نحركوهم مليح باش يدخل الويل دو كوكو هذاك تاعنا في لا مايزينا والسكر، باش تولي لنا شغل اون بوماد. على الاخر كي نزيدو الخل، فوالا هكا. نزيدو الخل تاعنا، نزيدو بشويه، ونحركو مليح. هاي ليكم هكا. نزيدو شويه، جاني شويه عاقد. نزيدو الخل تفاح، يعني نشوفو بالعين برك على حساب لا تيكستور تاع الخليط تاعنا هكا. ونبقاو نحركو باش ينسجم الخليط تاعنا مليح مليح. جاكم شوفوا كيفاه جا شغل اون بوماد. حاكم روحو، ما جاش جاري خلاص وما جاش يابس خلاص، حاكم روحو هكا باش من بعد نقدروا نديروا به الكوماج تاعنا. نبداو في تطبيق الخليط تاعنا على الوجه تاعنا، بشرط قبل ما نبداو الخليط تاعنا، قبل ما نابليكيوه، البشره تاعنا تكون نظيفه، نكونوا غسلنا وجهنا نورمال بصابون عادي يكون نقي. ومن الاحسن انه اللي عندها طرف نعناع ولا قارص في الدار دير ان بان ماغي في الدار، حمام مائي، اللوفر هذاك اللي يدخل لوجه مليح باش تحلوا المسام، باش من بعد كي نابليكيو هذا الخليط تاعنا يدخل داخل في البشره، يكون الداخل غامق في البشره، يتعمق، يابسوربي هذاك لابو تاعنا، تابسوربي هذاك الخليط. ونبداو نعطيكم كيفاه نديرو. نهزو الطرف كيما هكا، انا هزي ديريكت بالمغرف هكا ونحطو على البشره تاعنا، نتوما هزو ديريكت بيديكم عادي نورمال هكا، وتبداو ديروا حركات دائريه الوجه تاعنا هكا من التحت للفوق، باش ما ديروش من التحت للفوق، تهبطوا البشره من التحت للفوق هكا، جهه الخدود تطلعوا لفوق جهه العينين، وبعدوا على عينيكم بيسك في خل تفاح شويه حار على العينين. خلطوا هكا جوج دقائق 3. كي تشوفوا وجهكم باللي بدا كما نقولوا راكم كي تحركوا هكا بدا يحمر شويه هكا، دارت ما حسيتوا باللي دخلوا المكونات في الوجه، تروحوا تغسلوه عادي ما دافي. ندير هكا نعطيكم ان غوماج كيما لي غوماج عادي، ديروا شغل غوماج عادي كيما لي غوماج شيميك هذوك اللي نشريوهم من لي فارماسي. تحركوا هكا مليح، بعد تروحوا تغسلوا. انا مانيش راح نغسل، ما نقدرش، انا ندير هكا نمسح برك تاعكم، تمسحوا كي تغسلوا مليح بالماء دافي، وتعاودوا من وراها بصابون نورمال باش يتنحى الزيت هذيك، ما تنساوش بس فيها الويل دو كوكو باش تتنحى مليح، ما يبقاش وجهكم مزيت. تمسحوا مليح ولا فا كي تكملوا تستعملوا ماء ورد
كيما هكا ديروا هكا وتمسحوا الماء ورد تاعكم. ما ورد عادي، هاو الماء ورد، هذا الماء ورد او دو غوز تلقاوه في كامل المحلات، يتباع بارتو بارتو بارتو. هكا على الاخر تحسوا بالبشره تاعكم رطبه ومليحه. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه هذه تاعي، يعني سهله، ما تدي وقت، ما تدي مكونات، ما تدي والو، سهله جدا، ما تديش كيما نقولوا حوايج بزاف. وهذه هي لافان تاع هاد لا فيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه وتستفيدوا منها. واي استفسار او اي حاجه ما فهمتوهاش ما عليكم غير تخليو لي كومونتير من التحت، انا بعد ريبوندي لكم عليهم. وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو والاشتراك في القناه. سلام، الى الفيديو القادم ان شاء الله.